انهارت الفنانة لطيفة من البكاء أثناء تلقي عزاء والدتها بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وقد حرصت الإعلامية بوسي شلبي على الحضور بجانب الأهل والأصدقاء. وكانت والدة لطيفة توفيت داخل أحد المستشفيات في القاهرة بعد صراع مع المرض استمر لما يقرب من شهر كامل. رافقتها لطيفة في المستشفى طوال هذه المدة. وحرصت الفنانة لطيفة على توجيه الشكر لكل من عاونها من المسؤولين في مصر وتونس لنقل جثمين والدتها من مصر إلى تونس وتشييعه في مسقط رأسها. وقالت لطيفة إنها تشكر كل الوزارات التي ساعدت في نقل الجثمان، موجهة الشكر لله على دفن والدتها في مسقط رأسها بتونس. وأعلنت لطيفة يوم الاثنين 1 يناير عن خبر وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وقالت على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: أمي نور العيني، حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي. شهد عزاء والدة الفنانة لطيفة حضور عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لها. وشهد عزاء والده لطيفة 4 لقطات مختلفة نرصدها في التقرير التالي. انهيار لطيفة من البكاء في العزاء، حيث حرصت على الوقوف لاستقبال المعزين لها وارتدت نظارة سوداء في محاولة لإخفاء علامات الحزن والبكاء. وشهد عزاء والده لطيفة الظهور الأول لأحدث عروسين في الوسط الفني مي فاروق ومحمد العمروسي. كما حرصت أنغام على الحضور في أول ظهور لها بعد صلحها مع الفنانة أصالة في حفلهما الأخير بالسعودية في ليلة رأس السنة. وحرص مصطفى قمر بعد تقديمه واجب العزاء للفنانة لطيفة للجلوس مع الفنانة نبيلة عبيد والحديث معها في بعض التفاصيل. وشهد العزاء حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين، ومنهم هند صبري، أنغام، نادية مصطفى، كنده علوش، بسمة وهبة، لميس الحديدي، سهير شلبي، كارول سماحة، مصطفى قمر، لبلبة، نبيلة عبيد، وممدوح وموس، مي فاروق وخطيبها محمد العمروسي، أشرف زكي، السيناريست أيمن سلامة، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والمخرجة سندرا نشأت، والمخرج خيري بشارة. وأعلنت لطيفة يوم الاثنين 1 يناير وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وقالت على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: أمي نور عيني، حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي. وتوفيت في الساعات الأولى من مطلع عام 2024 والدة الفنانة التونسية لطيفة بعد صراع طويل مع المرض تسبب في إلزام لطيفة بالوجود جانبها في أحد مستشفيات الشيخ زايد لمدة شهر تقريبا. وكانت لطيفة كشفت الشهر الماضي عن تعرض والدتها لوعكة صحية وطالبت جمهورها بالدعاء لها. ونشرت لطيفة عبر حسابها على انستغرام صورا لوالدتها وهي في المستشفى داعية لها أن تمر هذه الوعكة بسلام. وكتبت لطيفة: أمي العظيمة القوية الصامدة رينا يشفيك يا رب، بطلب من حبايب الليب يحبوني يدعو لأمي يشفيها ويقومها بالسلامة.